ليه المشروع إكس فشل؟ كريم عبد العزيز في آخر أفلامه مع بيتر ميمي مخرج الفيلم فشلوا في إنهم يعملوا منتج متماسك. أنا مش فارق معايا الفيلم اتصرف عليه كام ولا مين اللي أنتج، في جميع الأحوال هو مش من فلوس أبويا، ولكن إن الفيلم ده يتحط في قائمة أعلى الأفلام المصرية تكلفة ويكون بالغباء ده داون جريد مش طبيعي. يعني لكل القائمين على الصناعة، مش بس دول بس. يعني هل مثلا ما الفيلم ده ما عداش عليه نقاد أو فنانين في غرفة المونتاج يقيموا العبث ده ويتفرجوا عليه؟ حقيقي مش عارف. الفيلم بيحكي قصة يوسف الجمال، عالم المصريات اللي عمل دوره كريم عبد العزيز، اللي بيكون هو ومراته بيدوروا سوا على غرف سرية في الهرم الكبير. اوكي، كل الكلام ده حلو، ولكن التنفيذ كان حلو. الحقيقة هنا طريقة البناء هنا كانت غريبة جدا ومش مفهومة، فأنا مش عارف أفهم هو عايز يقول إيه. يعني احنا بنتكلم كمان على فيلم أكشن، المنطقة دي مش حساسة بهذا الشكل. فما ينفعش يكون فيلم أو كتابة أي عمل بشكل ما يكون بالغباء والعبث ده. مفيش حاجة منطقية، حرفيا مفيش حاجة منطقية. حتى التنفيذ ما كانش حلو. يعني الفكرة ممكن تتقدم بأشكال كتير أحسن، ولكن يعني يا عم ده صرفنا والفاتيكان وروما وكاميرات أي ماكس وتكلفة الإنتاج العالية جدا دي، ليه ما نهتمش بالقصة نفسها اللي هتخلي الفيلم يبقى مقبول؟ مش حتى هقول حلو، مقبول. احنا حتى لو تغاضينا عن المونتاج والقطعات السيئة حتى اللي مش عارفين نلوم فيها مين، لا مخرج ولا مونتير، وتغاضينا عن العشوائية بتاعت الشخصيات وأسباب دخولها في الأحداث، برضو القصة تفضل مش منطقية. يعني حتى النهاية نفسها غبية. وبيتر مين بيتعامل مع الشخصية اللي هو ايه، شاور بس وانا ناول. حرفيا انت عايز حد في اسبانيا يظبط لنا الدنيا، يلا اخو ياسمين صبري اهو. عايز حد بتاع ريحان تحت المية، يلا عصام السقا اهو. بجد انا مش فاهم هو ايه بيعمل ايه. يعني انت جايب لي واحد اسمه صقر واعور وقناص، يعني انت ناقص تقول ان هو حادث في 73. دي هو فعلا فيلم سيء، داون جريد لكريم عبد العزيز مش طبيعي. كل ده ممكن الانسان حتى يتغاضى عنه لو كانت القصه حلوه، لكن بجد مفيش اي حاجه في الفيلم، لا الفلاش باك ولا الشخصيات. فيلم سيء جدا. حتى القصه اللي بنحكيها مش متصله بالشخصيه، ومش فاهمين مين فين وايه ليه ويعني عمل حرفيا ملوش لازمه. بس هو يتحط قائمه اعلى الاعمال المصريه انتاجا وتكلفه واعلى الافلام المصريه ايرادات. ده مش دليل على جماليه الفيلم. كل دي حاجات هتأدي في الاول وفي الاخر لأسوأ تجربه سينمائيه هتعدي على الشخص اللي دفع الفلوس.